ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفتة المصري من الاكلات اللي كلنا بنحبها جدا. اكلة كده بنحب نعملها في العيد الكبير والاعياد مشهورة بيها. النهاردة جايبها لكم بوصفة حلوة جدا، هتطلع مظبوطة معاكي كما قال الكتاب يعني. يلا بينا نبتدي. هجيب حلة واحط فيها اللحمة عشان تتسلق. هاحط عليها مَيّة سخنة. أنا كانت اللحمة عندي مجمدة شوية، فيُستحسن إن أنتِ ما تكونش اللحمة مجمدة، تكون يا إما طازة يا إما تكون فكة شوية معاكِ. أنا كنت مستعجلة فحطيتها على طول وهي مجمدة، وحطيت عليها المَيّة السخنة عشان كده غيّر لون المَيّة شوية. هاقفل عليها بقى الحلة الضغط واسيبها تستوي. هاجيب بقى حلة تانية علشان نجيب ونعمل الرز. هاحط شوية سمنة كويسين كده، المقدار اللي أنا كنت عاملاه النهارده كان العزومة. هاكتب لِك تحت في الdescription box لو المقدار عايزاه ل5 أو 6 أفراد بس ما يكونش أكتر من كده. المقدار ده النهارده كان يكفي 10 أفراد، كنت عاملة 9 كوبايات رز. فأنا هنا هاحط كمية سمنة كويسة علشان كمية الرز عندي كانت كبيرة. وعليهم معلقة رز، وعليهم معلش معلقة زيت. هاحط بقى ال9 كوبايات رز اللي أنا كنت غاسلاهم كويس. غسلت الرز، رز مصري مغسول مش منقوع. هاحطه في السمنة وابدأ أقلب كويس أوي. بعد ما حطيت بقى الرز كده هابتدي أقلّب كويس علشان أنا عايزة أدخّل السمنة تبقى زي ما بنقول كده تكون متغلغلة كده وسط الرز. عايزة الرز عندي يتشرّب بأكبر كمية ممكنة من السمنة. الرز بتاع الفتة معروف إنه بيكون أبيض، ما يكونش فيه ألوان خالص، ما يكونش حبّة وحبّة، ما يكونش واخد معايا لون بيج كده لأ، بيكون لونه أبيض وحلو وفي نفس الوقت ما يكونش معجّن معايا. فعلشان المعادلة دي تحصل لازم يكون الرز يعني شارب كويس السمنة علشان يطلع معايا مفلفل. فلو هو ما وصلّهوش الزيت أو السمنة اللي أنا عاملة بيها هيعجن معايا الرز. فهافضل أقلّب كويس أوي لغاية ما أنزّل بالمعلقة كده أحس إن الرز نازل بيتبدر عادي معايا، يعني مفلفل كده معايا. فأنا هنا كنت باقلّبه لسه ما بينزلش معايا وفي حبيبات كده لسه من الرز ماسكة في بعضها. فهافضل أقلّبه كمان شوية، هو خَد منّي شوية وقت لإن أنا كنت عاملة كمية رز كبيرة، بس أنتِ لو عاملة كوبايتين مش هياخد منِّك وقت خالص. هنا بقى كان خلاص الرز اتشرب كويس أوي السمنة، وآجي أعمل بالمعلقة الرز كله بينزل معايا. كده الرز مستعد إن أنا أنزّل عليه الشوربة. هاحضّر بقى الشوربة بتاعتي. أنا حاطة 9 كوبايات رز، فحطيت عليهم 9 كوبايات شوربة زي ما بنحط الرز زي ما بنحط الشوربة. هاحط عليهم 9 كوبايات رز، هاحط عليهم 9 كوبايات شوربة. أنا بس كنت مستعجلة شوية فحطيت الشوربة كانت باردة، بس هي طبعًا هو المفروض إن يكون الشوربة تكون مغلية، ما ينفعش نحط شوربة تكون باردة، بس أنا كنت مستعجلة شوية فحطيت الشوربة دي على طول. أول ما هيغلي بقى وحطيت الملح بتاعي وفلفل أبيض، ما بنحطش فلفل أسمر عشان ما يبقاش في نقط سمرا كده في الرز. أول ما يغلي هانقله على نار هادية. هنا بعد ما نقلته على النار الهادية وكان بدأ يخش بقى خلاص في مرحلة السوا، هو ما بياخدش وقت خلاص، يعني هو الرز بياخد يا دوبك كبيره ربع ساعة، تلت ساعة وبتلاقي الرز استوى. كده كان بدأ يستوي. هاحط بقى في حلة تانية هاحط شوية سمنة وشوية زيت واحمّر فيهم العيش بتاعي. معلش أنا كانت ما لحقتش أصورهم، كانت الكاميرا بتاعة الموبايل فصلت، فما لحقتش أكمّل تصوير وأصوّره وأنا باعمله. بس أنا حطيت سمنة وشوية زيت فيهم وقُمت حاطة عليهم العيش وبدأت أقلّبهم كويس أوي علشان الرز يتحمّص، عشان معلش العيش يتحمّص معايا. أول ما العيش يتحمّص كده خلاص. هاحضّر بقى الصلصة بتاعة الفتة. شوية توم حلوين كده بقى كويسين، لإن الكمية عندي كانت كبيرة شوية، فأنا حطيت توم كتير وعليهم شوية صلصة برضه كتير زيّهم. لو في المعتاد إن إحنا هنعمل صلصة عادية كمية عادية، هاحط مثلًا من 10 ل12 فص توم كويسين وعليهم لأ مش 3 لأ، عليهم 4 أو 5 معالق صلصة كبار كويسين كده. وبرضه بالنظر كده هتحسّي إن الصلصة محتاجة شوية صلصة زيادة أو نزوّد توم زيادة، بس كمية التوم لو 10 فصوص أو من 10 ل12 فص هُم حلوين أوي. هاقلّبهم بقى كويس مع بعضهم وأحط المرقة والشوربة عليهم. هاقلّبهم بقى تقليبة كده وأحط الملح والفلفل بتاعي، وعادي ما فيش مشكلة ممكن تحطي فلفل أسمر عادي في الخطوة دي مش هيفرق يعني. بس إحنا ما بنحطش فلفل أسمر في الرز علشان ما يبقاش في نقط سمرا كده جوّه الرز كده، فيبقى شكله مش أحسن حاجة. ورز الفتة معروف إنه بيبقى لونه أبيض سادة خالص. بس في فلفل أبيض بيتباع عند العطارين، ممكن تستبدلي الفلفل الأسمر بالفلفل الأبيض. أنا هنا بقى شوفي تقليبة الشوربة دي، الشوربة ما كانتش مسبِّكة. أول ما تسبِّك معايا والاقي فيها فقاقيع كده بتطلع والاقي الشوربة تقلت، هاحط عليها الخل.
أنا حطيت هنا ربع كوباية خل، لإن كانت كوباية الصلصة عندي كبيرة شوية، فهي كانت محتاجة عندي ربع كوباية خل، لكن في الطبيعي بنحط معلقتين خل كبار. أول ما بدأ يبقبق كده خلاص أنا هاقفل على الصلصة، هاروح بقى للعيش بتاعي اللي أنا حمّصته كويس وبقى مش ناشف، هو تحسيه مقرمش كده، بس مش ناشف تحسيه عامل زي الخشبة كده لأ، هو مقرمش بس خفيف، بس بتتني معايا العيشة. هاحط عليها كبشتين من الصلصة علشان العيش يتطعم من طعم الصلصة بتاعة الفتة، وأديهم تقليبة كده، وأقوم مدياهم كمان مغرفتين من الشوربة، علشان أنا عايزة العيش عندي يتطرى. طبعًا إحنا بندّيها تحميصة للعيش كده، أنا طبعًا ممكن ما أحطش العيش في شوية السمنة وأقلّبهم وأدخّل العيش الفرن معايا شوية ياخد التحميصة. إحنا بنحمّص بس العيش علشان العيش معايا ما يعجنش وأنا باحط عليه الشوربة وشوية الصلصة اللي إحنا بنعملهم دول، فبندّيهم التحميصة دي. هاجيب بقى صينية وافرد العيش بتاعي تحت كويس أوي في الأرضية، واحط فوقهم الرز، وابدأ أفردهم كده فردة حلوة كده. شوفي الرز مش معجن إزاي، الرز كان عندي حلو ومفلفل وطعمه تحفة حرفيًا. هاحطه بقى وافرده كويس أوي كده كأني بافرد سطح كده بالمّسه كده خالص كأنه سطح أملس، علشان أبدأ أحط الصلصة. أنا هنا حطيت الصلصة على شكل مربعات كده، تقدري تشكلي الصلصة بقى بالشكل اللي أنتِ عايزاه خالص. وبس كده وبألف هنا، يا رب تعجبكم لو جربتوها، ولو كنتم وصلتم للجزء ده في الفيديو فشكرًا، شكرًا جدًا ليكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، واشوفكم في فيديوهات جاية تانية كتير.